تطورات سريعة وخطيرة جدا بتحصل في روسيا وبتهدد بانهيار نظام الرئيس فلاديمير بوتين أو دخول البلد كلها في صراع أهلي كبير بسبب التمرد العسكري المفاجئ اللي بيحصل. فإيه اللي حصل في روسيا وإيه أسبابه؟ وهل ممكن الأمور تتطور لصراع أهلي؟ كل ده وأكتر هتقدر تعرفه في التقرير ده من 3 دقايق. الظاهر إن سيناريو السودان هيتكرر تاني، لكن المرة دي في أكبر بلد في العالم من حيث المساحة واللي عندها أكبر ترسانة نووية في العالم. وبتعيش روسيا حالياً حالة من التوتر والقلق بعد ما بدأت مجموعة شركة فاغنر العسكرية الخاصة تحرك عسكري وصفته الحكومة الروسية بالتمرد العسكري. وبدأت الأحداث دي من أوكرانيا عند منطقة القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، وده لما أعلن زعيم فاغنر إن قواته تعرضت للخيانة من القوات الروسية اللي قصفتهم من الخلف، وده تسبب في رحيل عدد كبير من جنوده. واتهم قائد فاغنر وزير الدفاع الروسي سيرجي جويغو ورئيس أركان الجيش الروسي بأنهم هم اللي أمروا باستهداف قواته دي وهي بتواجه القوات الأوكرانية. وبعدها بساعات قليلة أعلن رئيس فاغنر إن قوات فاغنر الموالية ليه انسحبت من الجبهات في أوكرانيا ورجعت جوه روسيا علشان تقبض على قائد الجيش ورئيس الأركان اللي اتهمهم بأنهم خونة وبيهربوا من المواجهات. وقال إن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة روستوف في جنوب روسيا، وأكد إنها هتتقدم لحد ما توصل للعاصمة موسكو عشان تقبض على قادة الجيش الروسي وتنهي حياتهم عقابا ليهم على اللي عملوه مع قواته. وجت التطورات دي بعد سلسلة من التصريحات الغاضبة والانتقادات المتواصلة اللي قالها زعيم فاغنر في الأسابيع اللي فاتت ضد قادة الجيش والمسؤولين السياسيين والعسكريين في روسيا، واتهمهم بأنهم بيكذبوا على الرئيس فلاديمير بوتين وبيبلغوا تقارير كلها أكاذيب بتضلل الرئيس عن الوضع الحقيقي على الجبهة والهزايم اللي بتتلقاها روسيا في أوكرانيا. في حين وصفت السلطات العسكرية والأمنية في روسيا اللي بتعمله قوات فاغنر بأنه تمرد عسكري ضد الجيش والدولة الروسية، وطالب جهاز أمن الدولة الروسي من قوات فاغنر إنها ما تتماداش مع اللي بيطلبوا منهم زعيمهم ويقبضوا عليه علشان الأوضاع ما توصلش لمرحلة اللا عودة. وطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال خطاب استثنائي في التلفزيون الرسمي إن التمرد المسلح لمجموعة فاغنر الخاصة يعتبر خيانة، وأكد إن أي شخص هيقف ضد الجيش الروسي هيعاقب. وأكد بوتين إنه هيعمل كل حاجة عشان يحمي روسيا وإنه هياخد إجراء حاسم لتحقيق الاستقرار في مدينة روستوف. واللي أعلن رئيس مجموعة فاغنر إن قواته سيطرت على كل المنشآت العسكرية فيها. ووصف الرئيس الروسي التطورات المتسارعة في روسيا والتمرد المسلح اللي قام به مؤسس قوات فاغنر بإنه استهداف في الظهر. وقال بوتين إن قوات فاغنر تم جرها لمغامرة عن طريق التمرد المسلح، وأضاف إنه هيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد. وأضاف بوتين إن الأجهزة الأمنية أعلنت حالة مكافحة التطرف وهيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف. في الوقت نفسه رد رئيس فاغنر على تصريحات بوتين وقال إن قواته هتكمل مشوارها للنهاية وإن روسيا تستحق رئيس تاني غير بوتين. فهل دخلت روسيا في مرحلة الصراع الأهلي؟